بيبدأ فيلمنا من مجموعة شباب وكانوا في مخيم بالليل، وبيقعد صاحبهم يحكي لهم عن شخص اسمه وارن كبر، وإن هو ولع في الغابة وولع في جسمه كله، ومن ساعتها وهو لابس قناع، وأي حد بيخش الغابة بيخلص عليه وبيقتله. وبعدها بيروح هو وصاحبه ستيف علشان يجيبوا خشب من الغابة علشان يولعوا نار، وبيظهر لهم واحد هناك وبيخلص عليهم هما الاتنين، وبياخد القناع وبيلبسه. بعد 5 سنين تحديدا في أغسطس سنة 1991 بيتم الإبلاغ عن وجود جثة لولد صغير اسمه مايسن، وبيتم استدعاء كل فريق المعسكر بتاع الكشافة للتحقيق معاهم. وبيظهر هنا أبو الولد اللي مات وبيهجم على واحد منهم اسمه مايك، وبعدها الشرطة بتهديه وبتاخده وبتمشي. وهو ماشي فضل يبص على وش بنت اسمها ليكسي، وفي المعسكر بتجمعهم القائدة بتاعتهم وبتقول لهم ان المعسكر خلاص قرب يتباع، وبتقول لهم ان الفترة الأخيرة دي حصل حوادث كتيرة جدا ومفيش حل تاني غير البيع. وبيروح كل واحد فيهم لمكانه وينجز المهمة اللي متكلف بيها. وبيروح مايك لمكان استقبال الإشارة بتاعت الطوارئ لأن ده مكان التخييم بتاعه، وبيسمع صوت جاي من هناك، وفجأة بيهجم عليه شخص مقنع. وبنروح لليكسي اللي بيجيلها حالة فجأة، وبتفتكر اللي حصل لمايسن لأن هي كانت موجودة معاه أثناء الحادثة هي ومايك. وبعدها بيفتكروا مايك لأنه من الصبح مظهرش، وبتروح ليكسي وصاحبها يدوروا عليه في الغابة. وأول ما بيوصلوا عند الجسر ليكسي بتسيبه وبتقوله إن هي لازم ترجع، وده لأنها بيجيلها نفس الحالة تاني. وهو بيفضل يدور على مايك لحد ما بيظهر الشخص المقنع، وبيفضل يجري وراه لحد ما بيقدر يمسكه وبيضربه على دماغه. وبنروح لباقي الشباب اللي بيكونوا خلاص عرفوا ان كل الاتصالات مقطوع عنهم، وده يا صديقي بفعل فاعل. وبيقول لهم هنا القائد بتاعهم ان هو لازم يروح للمكتب ويجيب الراديو، وده علشان يقدر يطلب مساعدة. وبتظهر هنا ليكسي وبتشوف تيشيرت مايك وكان غرقان دم، وبتتخض وبتفضل تصرخ وبتطلع تجري. وبنرجع تاني للشباب اللي بيكونوا قرروا يخرجوا برا علشان يركبوا العربية ويمشوا من المكان، لكن بيظهر لهم السفاح وبيقتل قائد الفريق، وكمان بيخلص على صاحبهم وبيضربه بالفاس في بطنه. وبياخدوا بعضهم وبيجروا وبيخشوا جوه تاني يستخبوا. وفي الوقت ده بيتحرك 2 منهم وبيروحوا الكوخ وبيدوروا هناك على جهاز اتصال، لكن بيطلع هنا السفاح وبيضرب موس على دماغه وبيجري ورا البنت اللي معاه. وبيسمعوا هنا اصحابها صوتها وهي بتصرخ وبيلحقوها على اخر لحظة، وبتقول لهم ان موس صاحبها مات. وبنروح لليكسي اللي بتسمع صوت حد وبتضربه بالعصاية، وبيطلع بيتر صاحبها وكان لسه عايش. وماريو هنا بيقرر يخرج عند العربية ويدورها ويتحركوا بيها بسرعة علشان ياخدوا صاحبهم المصاب على المستشفى، وده لان هو كان خلاص بيحتضر. واول لما بيخرج بره بيطلع السفاح وبيخلص عليه، ومش بس كده ده كمان بيرميه في المية. وهنا بيضطروا طبعا يخرجوا ويمشوا من المكان قبل ما يجي ويخلص عليهم، وده اللي بيحصل فعلا يا صديقي. بيجي هنا وروني بتقاومه وبتفضل تضرب فيه لحد ما في الاخر بيقدر يمسكها وبيقتلها. وبيبقى هنا جورجيا اللي بتكون اتضربت واتصابت وبتقول لبيتر وليكسي يهربوا بسرعة، وفعلا بياخدوها وبيجروا. وبيطلع يجري ورا بيتر وبيضربه بظهر الفاس على دماغه وبيغمى عليه. وليكسي هنا بتحاول تطلب المساعدة من جهاز اللاسلكي اللي بيكون فيه الإشارة سيئة جدا، وصاحبتها هنا بتبلغها إن هي لازم تجيب الإشارة على رقم 9 علشان تطلب النجدة. وفعلا ليكسي بتعمل كده وبتحاول تبلغ الشرطة، لكنهم بيسمعوا صوت المقنع جاي وبيستخبوا بسرعة في الدولاب قبل ما يجي. ولكن هنا مفاجأة يا صديقي، إن مايك هو اللي بيجي وبيفتح عليهم وبيطمن عليهم وبيقول لهم إن الراجل المقنع كان بيجري وراه وإن هو قدر يهرب منه، وإنه كمان قعد يدور عليهم كل ده. وفي اللحظة دي بتوصل الشرطة للمكان اللي بلغت عليه ليكسي، ومايك هنا بيقول للظابط إن هو عارف فين السفاح، وبياخد الظابط معاه وبيقول له مايك ان السفاح اسمه وارنر. فالظابط هنا طبعا بيشك فيه وبيقوله ان وارنر اصلا انتحر في المستشفى الصبح، وبيطلب منه الظابط ان هو يقف مكانه ويرفع ايديه الاتنين لفوق، لكن للاسف بيطلع فعلا ماسك سكينة في ايده وبيذبح بيها الظابط. وبيطلع مايك هنا هو القاتل، وهو اللي عمل كده في مايسن وفي كل صحابه. وبيطلع اصلا مايك مختل عقليا، وبتحاول هنا ليكسي تهرب منه وبتنجح ان هي تصيبه فعلا في بطنه،
لكنه بيقاوم وبيفضل يجري وراها، وبتطلع تجري وبتلاقي بيتر مربوط وبتروح عليه بسرعة علشان تفكه، لكنه بيجي وبيزقها في المية. وهنا المفاجأة، بتيجي مديرة المخيم وبتطلع هي اللي مشغلة مايك لحسابها، وبتطلع مسدس وبتقتل بيه مايك لما بيعترض على كلامها وبيتكلم معاها وبيقولها خلصي على ليكسي. وبتنزل المية علشان تخلص على ليكسي، لكن ليكسي بتضربها في رقبتها وبتنزل تفك بيتر وبتطلعه هنا من المية، وبتاخد الراديو اللي بيكون متوصل بالكهرباء وبترميه في حمام السباحة، وبتكهرب هنا المديرة وبتتخلص منها. وبيظهر هنا موز اللي بيكون لسه ما ماتش، وده لأن مايك لما ضربه على دماغه. وبتيجي بعدها الشرطة تحقق في القضية وبياخدوهم على المستشفى وبيحققوا معاهم، وبيتم إغلاق المخيم بشكل نهائي، وده نظرا لكثرة الحوادث والجرائم اللي بتحصل فيه. وبيجي آخر مشهد في الفيلم لليكسي وهي بتزور والد مايسن، وبتروح وبتديله خاتم وبتقوله ان هي كانت معاه اثناء الحادثة، وبتعتذر له وبتقوله ان ده خطئي لان هي المفروض كانت تخلي بالها منه، وبتقوله الخاتم ده بتاع اخويا ومايسن كان عايز ياخده، وانا علشان ما قدرتش اديهوله فهسلمك انت الخاتم ده. وبيقبل هنا منها الهدية. وبعدها الشرطة بتروح المخيم علشان تكمل تحقيق، وبيظهر ضابط في اخر الفيلم وبيطلب من الضباط ان هم يرجعوا وان هو خلاص هيكمل تحقيق ويمشي على طول. وبيجي مشهد على كوخ هناك وبيسمع الضابط صوت جاي من هناك، لكنه ما بيهتمش وبيسيب المكان وبيمشي. بس كده يا سيدي، ودي نهاية الفيلم. ما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وده علشان يوصلك اشعار بكل افلامنا الجديدة. وما تنساش لو انت عندك مقترح لأي فيلم تسيبهولي في الكومنت، وانا ان شاء الله يا صديقي هعملهولك. يلا اشوفكوا على خير ان شاء الله في فيلم جديد. سلام.